السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الغاليين؟ جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب، ويعودها ربنا علينا يا رب دايما بالخير والبركة يا رب. صلوا على النبي حبايبي بنية تفريج الكروب وفك الكرب وفك الغمة يا رب إن شاء الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي أنا قلت للعيال هاتوا الصنادل بتاعتكم علشان خلاص كل سنة وانتوا طيبين، هيبدأوا دراسة، هيبدأوا قصدي دروس من يعني كمان أسبوع. الولدين الكبار يعني إن شاء الله، أنا عندي الواد الكبير ادعوا له ربنا يوفقه إن شاء الله ويبعد عنه صحبة السوء، رايح تالتة إعدادي، فيعني هيبدأوا دروس الأسبوع اللي جاي. فيعني قلت له هات الصندل بتاعك أعمله لك، يعني إن هو ما بحبش ان هو يطلع بمظهر مش كويس، وخصوصا ان هو كبر خلاص، يعني مينفعش حد يعلق عليه بكلمة ولا حد يقول له كلمة وحشة يعني تزعله. وانا عندي يعني الواد الكبير يعني بيتأثر بالكلام بسرعة، يعني هم طالعين لي يعني للأسف يعني، ودي حاجة مش كويسة. بيتأثر بالكلام بسرعة وبيقعد يعني ألاقيه كده جات له زي حالة نفسية، يقعد ياكل في ضوافره لو حد قال له كلمة يعني مش كويسة. فقلت لهم تعالوا هاتوا الصنادل بتاعتكم عشان اغسلها لكم غسلة كويسة كده وتروحوا بيها، لان الجزم يعني عزكم الله مقامكم على راسي حبايبي، يعني خلاص باظوا يعني مع الدراسة، كانت سنة دراسية طويلة قوي يعني بصراحة، وأعياد فيعني باظوا ما ينفعوش يعني يطلعوا بيهم ولا يروحوا بيهم حتة، يعني لغاية ما إن شاء الله يعني تقرب الدراسة ربنا يفرجها كده وتفرج من عنده بإذن الله، وأبقى أجيب لهم بإذن الله. بس فقعدت كده جبت السلكة اللي هي بتاعة المواعين دي، أنا مخصصاها يعني مش للمواعين، مبغسلش بيها مواعين، مخصصاها بس للحاجات اللي زي دي يعني. فقعدت أدعكها لهم وخليتها لهم حلوة والله وزي الفل، وفرحوا بيها قالوا لي ده كأنها زي جديدة بالظبط. الصنادل جايبها لهم أخت حبيبة يعني كتر ألف خيرها يا رب. بس فأنا قاعدة بعمل لهم بغسل لهم في الحاجة بتاعتهم. بصوا الحرارة عزكم الله يا حبايبي، ربنا يجيرنا من نار جهنم إن شاء الله. حرارة بصوا بشر كده مية من وشي كأني غاسلة وشي والله العظيم. المروحة عندي باظت، المروحة العمود عندي باظت، والجو يعني انتوا اكيد من غير ما اعملها مش هقول لكم، يعني اكيد انتوا عندكم برضو شايفين المية الحارة دي عاملة ازاي، حاجة يعني ربنا يجيرنا يا رب من نار جهنم. انا يعني لما بنيجي ننام انا ولدي الكبير والولدين عندي الكبار بينزلوا يروحوا يناموا في الجامع في النهار من شدة الحرارة، بيقعدوا اغلب اليوم في الجامع من الحرارة، وما فيش مروحة، لان انا عندي المروحة يعني مستخدمة طول اليوم طول اليوم، يعني ليل ونهار ما بتطفيش، فالموتور بتاعها اتحرق، وهي عشان يعني وديتها لحد كده يصلحها، قال لي هي الماركة بتاعتها مش معروفة يعني، فقطع الغيار بتاعتها صعبة، لازم يقعد يلف ويسأل وفين، فيعني هتبقى برضو مركونة عنده ولفة فيعني بصوا مش قادرة اوصف لكم الحرارة اللي انا قاعدة فيها. والعيال الصغيرين انا عندي الواد الصغير يعني لو وريتكم جسمه وايديه يعني هيصعب عليكم والله العظيم، والله الواد من كتر ما ايديه بتاكله بيعملها بسنانه، بيفضل يشد يعضها بسنانه كده، ويقول لها ماما عايزه اكل الحته دي مش قادر، عايزه اهرش فيها هاتيلي السكينه اهرش فيها. قلت له سكينه ايه يا ولدي؟ قال لي مش قادر، يعني ايده من الحراره مش واكلاه خالص، بتعرج على طول بتعرج على طول تحت الغيار. ف يعني بيقول لي عايزه اهرش فيها خالص يعني، طب وهي متعوره لوحدها وايده التانية مليانه حاجات طالعه له كده، مش عارفه ايه الحاجات ده، هي بصراحه منتشره في ايده كلها وجسمه وصدره وظهره، يعني طالع له حبابي كده، مش عارفه ايه هي يعني، انا مش عارفه اعمل لها ايه. جبت له بودره، دي هاي البيضه اللي هي بودره تلك دي، حطيتها له عليها ما عملتش حاجه. والواد بحس ان الحاجة اللي مش عارفة ايه هي اصلا، وعمالة تنتشر في ايده، يعني كانت في حتة صغيرة في ايده وعمالة تسري لورا لورا،
وصلت لحد مثلا نص الدراع، فمش عارفة من ايه، ويعني حرارة شديدة شديدة، يعني ربنا يسترها معانا يا رب. فجارتي بقول لها الجو حر جدا ومش عارفين نناموا بصراحة يعني، بس يعني ساعات انا بيوصل بي ان انا بسيب الباب موارب بتاع البيت، بس ده حاجة خطر برضو ما ينفعش. اما بحكي لجارتي بقول لها ده انا بسيب الباب موارب ونناموا من الحرارة. فبصراحة يعني كتر خيرها، هي شفقت على الواد الصغير، يعني قالت لي حرام ده ايده محتاجة تهوية وما ينفعش الحرارة دي. فهي عندها ولدها ربنا يحفظه لها، يعني شغال في بلد تانية، فقالت لي هو بيجي 10 أيام في الشهر أجازة. يعني خدي المروحة، هي مروحة صغيرة كده بتتعلق في الحيطة، قالت لي خديها يعني أي حاجة تمشي معاكم لغاية، وبعد كده لما يجي أبقى خدها. فها برضه هي أنقذت موقف بس مش دايم يعني، فربنا يسهلها إن شاء الله. يعني أقل مروحة دلوقتي لما رحت سألت على المراوح، أقل مروحة دلوقتي ب1700 وطالع، يعني أقل حاجة في السعر بسبب الحرارة دي مغليين الحاجة خالص. يعني مش عارفة أعمل إيه، يعني 1700 وطالع دي حاجة يعني فوق المستطاع. فربنا إن شاء الله يسترها، هنعمل إيه طيب؟ يعني الواحد هيقول إيه غير فوضنا الأمر لله، فوضنا الأمر لله يا رب. أنا بس اللي بيبقى الواحد بيصعب عليه العيال الصغيرة دي، ما بتستحملش الحر وجسمهم بينطر حاجات غريبة مش عارفة ايه هي اصلا يعني. انا لغاية دلوقتي مش عارفة ايه اللي طالع في جسم الواد ده وفي ايديه بسبب الحر. ربنا يسترها يا رب، هو مش مستحمل بصراحة، والله العظيم اتبهدل خالص الواد ده، يعني صعبان عليا، متبهدل خالص خالص. يعني كتر خيره انا عذراه في الحرارة دي، وايده يعني فيها جرح والحرق ده ومش لامن بسبب الحر. ويعني الله يعينه يا رب، الله يعينه ويشفيه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. وادعوا لي حبايبي، ما تنسونيش دايما من دعائكم. انا يعني ما ماليش، مش طالبة غير الدعاء بس. ادعوا لي دايما، كل ما تفتكروا اختكم ام محمد ادعوا لي، ادعوا لي ربنا يصلح حالي وحال عيالي ويفرج عليا، يوسع رزقي عشان خاطرهم هم بس، والله عشان خاطرهم هم.